بلغني أيها الملك السعيد أن أول من تقدم للحديث كان الحمال الذي قال: سيدتي، أنت تعلمين أن سبب مجيئي إلى هذا المكان هو استعانة هذه المرأة بي كأجير، والتي تقدمتني من متجر إلى آخر حتى وصلنا في النهاية إلى هذا المنزل. هذه هي قصتي. فأجابت المرأة: إذن يمكنك الذهاب. ولكن الحمال رد قائلا: لا والله، لأبقين حتى أسمع روايات الآخرين. تقدم بعد ذلك الدرويش الأول وقال: سيدتي، إن سبب فقداني لعيني وحلاقة لحيتي على هذا النحو هو أن والدي كان ملكا، وكان أخوه ملكا، ولديه ابن وابنة. وبمرور السنوات اعتدت زيارة عمي من حين لآخر، ونمت ونمت بيني وبين ابن عمي صداقة قوية. في أحد الأيام زرت ابن عمي، وتعامل معي بلطف غير معتاد، وأعد لي وليمة ضخمة. وبعد أن أكلنا وشربنا حتى شبعنا، إذ قال لي: يا ابن العم، أود أن أريك شيئا ما، لكن يجب أن تبقى الأمر سرا. فأجبته: نعم، وبكل سرور. وبعد أن جعلني أقسم على ذلك قال: إذن فلتأتي معي. تبعته إلى مقبرة، ووقفنا هناك أمام قبر ضخم، فكسر ابن عمي جدار القبر وفتحه ملقيا الحجارة على الجانب. وتبعته إلى الداخل، فأراني لوحا حديديا بحجم باب صغير. رفع اللوح وكشف عن سلم متعرج، ثم قال لي: هناك خدمة أخيرة أود أن أطلبها منك. بعد أن أنزل إلى هذا المكان، ضع اللوح الحديدي مرة أخرى من فوقي. بعد أن اتبعت إرشاداته غادرت، وقضيت ما تبقى من الليلة في منزل عمي. وعندما استيقظت صباح اليوم التالي وتذكرت أحداث الليلة الماضية، ظننت أن الأمر كله كان حلما. فسألت عن ابن عمي، لكن لم يستطع أحد إخباري بأي شيء. ثم ذهبت إلى المقبرة وبحثت عن القبر، لكنه اختفى. وقضيت الليل لا أستطيع النوم في منزل عمي، وكدت أجن من القلق، لكني كنت قد تعهدت بألا أقول شيئا عما رأيته. وأخيرا عزمت العودة إلى مدينة والدي. وما أن دخلت بوابات المدينة حتى قبض علي وضربت وقيدت بالسلاسل، فقد تآمر وزير أبي علي وفرض سيطرته على المدينة، وحملني رجاله لأمثل أمامه، وقد كان من ألد أعدائي. فحرق عيني عقابا لي، ثم أمر أحد سياف والدي بأن يأخذني إلى الغابة ويقتلني هناك. فاتبع الرجل أوامر الوزير، وكبلني إلى ظهر أحد الخيول، وقادني إلى البرية خارج المدينة. وأخيرا هم بقتلي، فبدأت بالبكاء بحرقتي على ما حدث لي وحدث لأبي، وأخذ يبكي معي. فأشفق السياف علي وأطلق سراحي، وهو يقول لي: انج بحياتك ولا تعد إلى هذه الأرض أبدا، وإلا سيقتلونك ويقتلونني معك. لم أكد أصدق حظي الحسن، فقبلت يدي، ورأيت أن فقدان أحد عيني أفضل من فقدان حياتي. فسافرت عائدا إلى مدينة عمي، وأخبرته بشأن الخيانة التي تعرض لها أبي. فقال لي: أنا أيضا أعاني من حزن شديد، فابني مفقود ولا أعلم ما حدث له. ثم بكى، ولم أستطع البكاء صامتا، فأخبرته بكل ما رأيت وفعلته. فرأيت حزن الملك يتحول إلى غضب شديد، الأمر الذي أدهشني كثيرا. وهنا أدركت شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.